السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، كنتمنى يا رب تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الأحوال ديالكم وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله جبتكم فيديو جديد، غادي نشارك معكم واحد العراضة أولا عشيوة غيديرها زوج ديال الأصدقاء ديالو. غادي نشارك معكم زوج ديال الاطباق باقي ما شاركتهمش معكم على القناه ديالي، اللي هما لا سوب فخوي دميغ وسلطه غويال. ما الاطباق الاخرين ديجا مشاركاهم معكم. المهم غادي نوريكم كلشي بالتفاصيل ان شاء الله. هادو من بعض الحويجات اللي خديتهم في السوبر مارشي اللي محتاجاهم. هنا عندي البطاطا والخيار، خيزو، عندي الكرافس اللي غنحتاجو في لا سوب، عندي الخس، الحامض، اللوبيا الخضراء، الاناناس، المهم بعض الاجبان، المرتديله، الشعريه الصينيه، الروز سيغالا، غنحتاج الزيتون مقطع دوائر. هنا عندي الجبن بالثوم والزعتر، الطون، بيض ديال السمان، عندي شرائح اولا عصيات سوريمي. المهم هنا بزاف ديال الحويجات اللي غادي نحتاجهم. خديت هاد الليمون اللي غادي ندير فيهم حريشات صغار ان شاء الله. كان عندي ديجا وحدين دائريين ولكن ما عجبونيش، عجبوني هذا الشكل ديالهم بيضاوي وحتى صغار عليهم في الحجم. هنا عندي كيف ما قلت لكم الخس. المهم نبداو على بركه الله. اول حاجه اللي غادي نبدا بها ان شاء الله هي لاصالاد رويال. كتشد الايد بزاف، كتحتاج بزاف ديال المراحل باش كل حاجه كطيب بوحدها وكل حاجه كتشرمل بوحدها. داكشي علاش ولكن من قبل راني شرملت الحوت ودرته في الثلاجه، خليته يشرب الشرموله ديالو. هنا خديت الباجو رويال كيف ما كتشوفوا. اختاريت الباجو رويال لحقاش المذاق ديالو كيجي زوين وكيجي فتي من الداخل، ما كيجيش ناشف. من بعد ما غسلتها من طبيعه الحال وشرملتها بالشرموله ديال الحوت كلشي كيعرفها. انا غير كنضيف هذا المكون اللي كيبنن بزاف الحوت الابيض اللي هو نويويره، وديجا كنت قلتها لكم حيت ديجا شاركت معكم الحوت في الفران. خليتها تقريبا واحد 3 ديال السوايع في الثلاجه حتى شربت الشرموله ديالها على خاطرها. وجدت لها الحشوه ديالها اللي درت فيها الشعريه الصينيه، الحرور، الحامض مصير، طون وفلافل مشحرين مع زويته. عمرتها وسديتها بليكيردون وجدت لها واحد لاصوص ديال المطيشه مع شويه ديال القزبور ومعدنوس، الفلافل مقطعين طرونش، وطوماط سوغيز حتى هي مقطوعه على النص. المهم دابا بغيت نحيدها عليا باش نخلي ليا الوقت فاش نصاوب الاطباق الاخرين. غادي نغطيها بورق الزبده ونغطيها بالبابي الومنيوم وغادي نحطها على جنب. ما غاديش ندخلها الفران دابا، باقي الوقت بزاف على العشاء. المهم وندوز لحويجات اخرين. هنا عندي القطبان ديال الثوم بعد ما قطعتهم وشرملتهم كيف ما كتشوفوا وخليتهم في الثلاجه تقريبا 3 ديال السوايع حتى هما. ما غاديش نطيبهم دابا، العشاء باقي عليه الحال بزاف. غادي غير نشارك معكم الشرموله اللي درت فيهم. كيف ما كتعرفوا الشرموله ديال الحوت راه معروفه، قزبر ومعدنوس، عصير ديال الحامض، زويته بلديه، الكمون، الابزار، الملح من طبيعه الحال، والنويويره اللي كتعطي طعم رائع الحوت الابيض اللي ديجا قلتها لكم. دابا غادي نغطيه ونخليه على جنب في الثلاجه وغادي ندوز باش نبدا نصاوب سلطه رويال. وبالنسبه لهاد السلطه كترافقها واحد الصوص. هاد الصوص مهم بزاف، غنبدا به. هو الاول كنحتاج فيه هنا 8 ديال المعالق ديال الزيت النباتيه، شويه ديال المعدنوس مقطع، 3 ديال المعالق كبار ديال النشا، وهنا 4 ديال الفصوص ديال الثوم، ونصف لتر ديال الماء. غادي ندير الماء ونضيف عليه النشا، نضيف نصف ملعقه صغيره ديال الملحه، نسيت ما قلتهاش لكم في المقادير. غادي نخلط مزيان ونحطو على النار حتى يعقد. دابا من بعد ما عقد الخليط وحيدته فوق النار غادي نضيف عليه الثوم والزيت. من بعد ما غنطحنو مزيان غادي نغطيه بشي اناء وندخلو للثلاجه ونخليه حتى يبرد مزيان. عاد غادي نضيف ليه المعدنوس. بالنسبه للرز، هنا عندي الرز سيغالا كما كتشوفوا، الرز طويل. من بعد ما سلقته راه كتشوفوا مفتت، غسلوه قبل ما تسلقوه، غسلوه مزيان راه كيكون فيه نشا. هنا عندي عصير نصف حامضه، عندي الفلافل الملونين بعد ما شحرتهم بشويه الزيت والملحه. هنا عندي المايس، الزيتون مقطع دوائر، وعلبه ديال الطون. الا ما قدرتنيش غادي ندير جوج. غنضيف عليه عصير الحامض، غادي نضيف عليه الثوم، غادي نخلطو مزيان ونحطو على جنب. هنا عندي واحد الاناناسه كما كتشوفوا متوسطه الحجم، شويه ديال الخيار مقطع قطع رقيق، هنا عندي مايس، وهنا عندي عصيات ديال السوريمي. ها هو هذا كتاخذوه من السوبر مارشي. اولا غادي ناخذ هاد الاناناسه غنقطعها بالموس ديال المنشار من الوسط، غادي نحيد ليها القلب ديالها بالموس.
نحاولوا نقطعوه مقاد باش حيت غادي نرجعوه، غنقطعوه ونرجعوه وسط منها. بالنسبه للبطاطا مشرمله الا بغيت نصاوبها، عندي هنايا واحد نصف البصله محكوكه، عندي معلقه ديال المعدنوس، نصف عصير حامضه، وهنا عندي الثوم بودر. اول حاجه غادي ناخذ البصله غنمعكها بيدي باش يحيد هذاك الجهد ديالها. غادي نضيف المعدنوس، عصير الحامض، اللي بغى يدير الخل يديرو، نضيف عليها الثوم بودر. غادي نخلطها مزيان ونخليها على جنب. بالنسبه للوبيا مشرمله غادي نضيف عليها شويه ديال الثوم بودر، شويه ديال الكمون، قليل من الملح، غنضيف زيت البلديه وقليل من المعدنوس. غادي نخلطها مزيان وغادي نخليها على جنب. هنا عندي الكالامار، غادي ندوز باش نطيبو. عندي شويه زيت البلديه، ندير 2 ضريسات تاع الثوم، نحاول نحلها الثومه على هذا الشكل، ما غاديش نقطعها، غادي غير نحلها ونوزع بها الزيت على هذا الشكل هكا. غادي ندير فيها كالامار يطيب. غنضيف عليه شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الملح، بالنسبه لكميه تاع الكالامار انا درت 4. بامكانكم ديروا القياس اللي بغيتو. هنا بعد ما درت المعدنوس وشويه ديال الملح غادي نبقى نقليه حتى يولي اللون ديالو ذهبي. هنا عندي كروفيت رويال وعندي كروفيت عادي. غادي ندير الكروفيت العادي نطيبو، غندير واحد الضريس ديال الثومه كيف ما درت من قبل. غادي نوزع الزويته بالثومه على هذا الشكل. غادي نستف الكروفيت، غادي نضيف عليه شويه عصير حامض، غير شويه من البخار. غنضيف عليه مليحه، غنضيف شويه كمون. هنا خديت شويه زيت، درت فيها واحد الضريس تاع الثومه كما العاده. هاد الكروفيت رويال من بعد ما سلقته واحد شويه، ماشي شي سلق، غليت الماء وحطيته فيه. غنضيف عليه شويه ديال الحامض، شعريه ديال الكنافه كما كتشوفوا. غادي نخدمها، غادي نصاوب بها بحال شي عشيشات اللي غندير فيهم هنا البيض ديال السمان. المهم كيفاش غادي نخدمها انتم غتشوفوا. غنطلقها بالزبده
مزيان، هي كتبغي الزبده مزيان. هنا عندي لدان فيمي، بامكانكم ديروا السوريمي حتى هو. غادي نقطعوا على هذا الشكل قطع صغار. غادي ناخذ العشيش بحال ما هكا، غادي ندير فيه الجبن وندير فيه شويه من شرائح ديال اللبن، وغادي ندخلهم الفران غير طيب الكنافه او تحمر، وغادي نخرجهم ونحط فوق منهم 2 بيضات ديال السمان ورش عليهم بودر الخشخاش. هنا عندي الخيار من بعد ما قطعته شرائح طوال، غادي ندير فيه الجبن. هذا الجبن عندي بالطعم ديال
دابا غادي نشارك معكم لاصوب خوي دماغ. خليكم مع الطريقه والمقادير في نفس الوقت. هنا خديت واحد الطنجره اللي غادي نطيب فيها. طنجره تكون كبيره شويه. درت فيها كاس تقريبا معامرش ديال الزيت مخلط بين الزيت البلديه والزيت النباتيه. غادي نضيف عليهم واحد 3 ديال الخيزوات تقريبا، ما كبارش، متوسطين، مقطعين بالنسبه لتقطع قطعوا كيف ما بغيتوا. غادي نشحرهم في الزيت مزيان. بالنسبه للخضر اللي غادي تستعملوا دابا كيبقى الكميه اختياريه على حسب عدد افراد الاسره، على حسب الناس اللي كاينين. انا خديت 3 ديال الخيزوات كيف ما قلت لكم متوسطين، ما كبارش بزاف كيف ما كتشوفوا. غادي نشحرهم في الزيت مزيان مزيان. غادي نضيف عليهم البصله و3 ديال الضروس ديال الثومه و4 تقريبا 4 العويدات ديال الكرفس ضروري. بالنسبه للبصله درت بصله وحده كبيره. غادي نقليهم مزيان وغنضيف عليهم قشور ديال القمرون بعد ما غسلته مزيان وقشرته. درت القشور يطيبوا مع الخضره وخليت القمرون على جنب غنضيفهم من بعد. غادي نخليهم مزيان يتقلاو حتى يولوا بحال المذاق الحرق فيهم. عاد غادي نمرقهم ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. من بعد ما طابوا المكونات كامل خديتهم صفيتهم وخديت غير داك المرق ديالهم. دابا غندوز باش نصاوب بديل الكريمه اللي غادي يخليها تجي لاصوب تجي عاقده. هنا خديت 2 معالق كبار ديال الزبده عاديه، الزبده ديال الطياب. غادي ندوبها مزيان وغادي نضيف عليها تقريبا 3 ديال المعالق كبار ديال الدقيق العادي، دقيق الفرص. غادي نحركو مزيان فوق البوطه حتى يطيب لينا الدقيق وما يبقاش فيه داك المذاق ديالو. غنحركو مزيان مزيان وغادي نضيف عليه شويه من المرق ديال لاصوب، غير شويه، ونحرك مزيان باش ما يبقاش لينا الدقيق مكور. من بعد غادي ناخذ هاد الكريمه اولا هاد بديل الكريمه ونضيفو على لاصوب ديالنا. وانا كنحرك ما نوقفش تحرك من طبيعه الحال حتى ينسجموا مع بعضياتهم. من بعد غادي نضيف عليهم تقريبا واحد جبانيه ما عمرش مخلطه بين الكالامار والقمرون اللي نقيت من قبل، اللي استعملت القشور ديالو. غادي نديرهم ونخليهم يطيبوا. غادي غير نشوف الكالامار طاب صافي وغادي نحيد لاصوب. غادي تكون واجده باش نقدمها وبالصحه والراحه. دابا وصلنا للنهايه ديال لا فيديو. كنتمنى نكون كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. هادو بعض الاطباق اللي وحضرت في هذه الوليمه ديال اليوم. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. كنتمنى الفيديو كامل يعجبكم. الا عجبكم شاركوا مع الاحباب والاصدقاء ديالكم وما تنسونيش من الضغط على زر الاعجاب وما تبخلوش عليا من التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا فضلا وليس امرا. وبالنسبه للناس اللي عاد شافوا القناه ديالي او تصادفوا معها وعجبهم المحتوى ديالي يشتركوا معايا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. ودابا ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله والى الملتقى والى فيديو جديد ان شاء الله.